مساء الخير على متابعيني وحبايبي، يا رب دايما كده تكونوا بخير وسعادة. النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة، هنعمل بقى الترش المشكل كده بنظافة وتوفير. وده المخلل اللوكس يا جماعة اللي بنجيبه من بره من الهايبرات، وبيكون سعره غالي جدا عن المخللات العادية. هنعمله النهاردة بتكلفة بسيطة جدا، وكمان نقدر ناكله بعد يومين. تقدري بقى تسيبيه فترة كبيرة عندك، علشان احنا مش هنحط له نقطة مية، وهقولكوا ازاي. ينفع بقى في الصيامات وكمان في شهر رمضان، كل سنة وانتم طيبين. مش هنشتري مخللات خالص من بره. تابعيني في الفيديو علشان تشوفي الطريقة. بس يلا بسرعة اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. انا معايا هنا شوية من الخضار، معايا لفت ومعايا خيار ومعايا جزر ومعايا كده كام قرن شطة، ومعايا كمان قرنبيط هوريهولكوا دلوقتي. بالنسبة لللفت ما تختاريش كده الواحدة اللي هي تبقى خفيفة، لا لازم توزنيها كده بايديكي وتلاقيها تقيلة، دي تجيبيها. ده القرنبيط اللي احنا هنخلله مع الترش بتاعنا النهارده. يبقى تجيب اللفتايه كده تكون تقيله، ما تكونش خفيفه، وكمان يكون معظم اللون بتاعها كده احمر، ما تكونش لونها ابيض. هجيبه كده بقى وانضفه بالشكل ده. هقطع كده العروش بتاعته والجذور اللي هي اللي لونها اسمر دي. هنضفه يعني كويس جدا كده بالسكينه، زي ما انتوا شايفين كده. وهشيل منه بقى اي طين واي وساخه كده زي ما انتوا شايفين، وكده هيبقى نضف معايا اهو. هجيب بقى برضو الجزر وهنضفه برضو. هقطع الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت، وهقشره بالشكل ده. المقشرة اللي انت شايفاها دي سهلة جدا في الاستخدام، تقدري تستخدميها، هتسهل عليكي. يبقى انا كده نضفت اللفت وكمان نضفت الجزر بتاعي وقشرته بالشكل ده. قبل ما ببدأ كده هجيب مية سخنة من الكتل وهحطها كده على القرنبيط. انا قطعته بقى اجزاء صغيرة بالشكل ده، وحطيت عليه مية سخنة وسبته حوالي ساعة قبل ما اقطع الخضار بتاعي. من غير اي حاجة كده هسيبه مية سخنة، علشان القرنبيط بيبقى فيه غازات، هنستخدمه وهو ني. فنحط عليه كده مية سخنة كده حوالي ساعة، علشان يطلع الغازات، وعشان كمان ما يكونش جامد وما يكونش بيقرش قوي. المية السخنة دي هتخليه حلو جدا. ومسكت بقى الجزر بتاعي، القطاعة دي انا كنت جايباها، كانت رخيصة جدا، كانت ب5 جنيه، بس بتخلي شكل المخلل تحفة زي ما بتجيبيه من بره. قطعت بقى المخلل كده، عايزه تقطعيه طويل قطعيه، عايزه تقطعيه زي المخلل اللوكس اجزاء كده زي ما انا بقطعها دلوقتي، براحتك خالص. انا حبيت اوريك التقطيعتين. كده قطعت الجزر بعد القرنبيط، عشان برضو هسيبه ساعة مع القرنبيط. يبقى انا هركن القرنبيط ساعة، وكمان هركن الجزر ساعة مع معلقتين كبار من الملح، لان الجزر بيبقى مسكر، فاحنا عايزين نسحب السكر اللي فيه، فهحط له كده معلقتين من الملح عشان ما يكونش مسكر معايا. وجبت برضو الخيار وقطعته بالشكل ده. قطعي بقى التقطيعة اللي تعجبك. يبقى انا كده قطعت الجزر وقطعت القرنبيط وقطعت كمان الخيار. دلوقتي هقطع اللفت زي ما انتوا شايفين كده. عايزه تقطعيه طويل او تقطعيه اجزاء كده زي ما انا مقطعاه مربعه كده، حلو قوي. قطعت كل الخضار اللي كان معايا، ناقص بس الشطه. هجيب كده الشطه واقطع اليعناء وهقطعها بالشكل ده. عايزه تسيبيها صحيحه مفيش اي مشكله. انا قطعتها كده وهحطها بس ما كترتش. جبت طبق اكبر كده وحطيت فيه كل الكميه. كان عدى ساعه بقى على الجزر وكمان على القرنبيط. شايفين الميه اللي نزلها؟ مش هستخدم الميه دي لان هي سحبت كل السكر اللي فيه. هحط بقى كده الجزر على بقيه الترش اللي انا عاملاه مقطعاه، وكمان برضو هجيب القرنبيط وهصفيه من الميه، وهحطه برضو بالشكل ده. اهو مش هحط الميه بتاعته. كل الترش يا جماعة هحطه من غير مية، مش هنحط له نقطة مية النهاردة. خلاص كده هقلبهم كده كويس مع بعض. شايفين بقى الكمية؟ كمية كبيرة حلوة جدا. تعملي بقى الكمية دي وتوزعي على حبايبك، هيبقى تحفة جدا. خلاص كده دلوقتي بقى انا قلبته كده كويس جدا اهو. عايزة بقى اي حاجة تانية انت ممكن تحطيها. انا جبت كده شوية زيتون من اللي انا عاملاهم، انا دول كنت عاملاهم معاكم بس السنة اللي فاتت مش السنة دي. وحطيت كده عشان يبقى مشكل وفيه كل حاجة، وقلبتهم كده مع بعض بالشكل ده. حلو قوي كده. شايفين شكل الترش بتاعنا يا جماعة؟ تحفة، احلى من اللي بتجيبيه من بره كمان. جبت كده بقى شوية كرفس، ما كانش عندي كرفس فريش، دايما بيبقى موجود عندي في الفريزر، بخزنه لحاجات كتير، لو عندك فريش هيبقى افضل.
قلبته كده بقى مع بعض، ودلوقتي هبتدي اعمل الصوص اللي هنحطه على المخلل او الميه بتاعته، بس هنعمله من غير ولا نقطه ميه. دي كوبايه من الخل، هحط عليها كده كوبايه الا ربع من الليمون، عصير الليمون. الليمون كنت مخزناه في الفريزر، طلعته وعصرته، وحطيت كده حوالي 5 معالق من الزيت او ربع كوبايه. وهجيب كده بقى الشطه اللي هي الشطه الحمراء او الهريسه الحمراء اللي احنا مخزنينها في الفريزر اهو، بس دي كنت مخزناها من غير توم. كنت ضربها كده في الخلاط زي ما انتوا شايفين، لونها احمر كده، هتخلي لون الترشي بتاعنا تحفه. لو مش موجود عندك هاتي كده قرنين فلفل حمر مع كام قرن شطه واضربيهم كده في الكبه بتاعتك. وجبت كده كام واحده كده من التوم، تبقي مقشراهم ومقطعاهم صغير. يفضل انت تقطعيهم صغير كده، ما تضربهمش في الكبه عشان ما تبقاش الريحه جامده قوي. وحطيت كده حوالي 6 أو 7 معالق من الملح، وورقتين من الراولة. وكمان ما تنسيش كده معلقة من حبة البركة، معلقة بس مش اكتر. لو انتي مش عايزة تحطيها دي اختياري براحتك خالص، بس الترشي بيبقى حلو جدا بيها الشكل والطعم. خلاص كده ده الصوص بتاعي اللي انا هحطه على المخلل. مش هحط مية، لا مش هحط مية خالص. انا جبت بقى الترشي بتاعي وعقمت البرطمان بمية سخنة، وكمان حطيته في صهد الفرن كده. وهحط بقى الترشي بتاعي كده في البرطمان، ولو حطيتي برضو فيه شوية خل يبقى افضل. هحط كده بقى الترشي بتاعي، هعبي كده البرطمان. بس اهم حاجة وانا بعبي لازم اكبس الخضار بتاعي كويس قوي. انا بحط حبات حبات كده، بس بمد ايديا بعد كده وبكبسه كويس قوي اهو. بعد كده بقى بحط الصوص بتاعي، بصوا كده هو مش هيملى البرطمان بس مفيش اي مشكلة. انا هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. بحاول انزله لان انا مكبسه البرطمان كويس قوي، فما بينزلش بسهوله. او زي ما انتوا شايفين كده، شايفين هو ما اتملاش قوي، بس الصوص بتاعي قاعد على الوش عشان البرطمان انا كبسته كويس جدا، ما خليتش فيه اي هوا اهو. ببتدي كده اعمل له فراغات عشان انزله. حلو قوي كده. بصوا بقى الصوص بتاعنا لغايه فين، او الميه بتاعت الترشي لغايه فين اهو. مطرح ما انا بعلم لكم كده الميه بتاعتي وصل لغايه هنا. انا هسيبه كده 3 ساعات، وهنشوف كده مع بعض بعد ما سبته 3 ساعات. يا جماعة شايفين المية بتاعة الخضار ابتدأت تنزل، مية الخضار نفسه ابتدأت تنزل، وشايفين ملت البرطمان ازاي. لسه فاضل شوية، مش هحط مية برضو خالص. هغطيه كده بقى وهشيله على كده. اتبقى معايا شوية ترشي، عملت لهم شوية مية تاني زي بنفس المقدار اللي احنا عملناه، بس النص بقى، يعني نص كل حاجة. وحطيتهم في برطمان أصغر، وقفلت كده البرطمان. وهسيبه 3 أيام، تفتحي عليه في اليوم التالت. يعني هتسيبيه يومين وتفتحي التالت. أثناء اليومين أنا جبت طبق كده وكفيت البرطمان بالشكل ده، وكل يوم كده 3 4 مرات هتبدلي بقى البرطمان شوية كده وشوية كده، عشان الشوية اللي على الوش ما يعفنوش. ده اليوم التالت بقى أنا هفتح عليه، عايزة أوريكم بقى. بصوا كده شايفين، هوريكم بقى المية بتاعته وصلت لغاية فين. كان الخضار طبعا دبل والمية بتاعته كلها نزلت، انا من غير ما احط اي مية خالص. المية غطت البرطمان شايفين، والصوص وصل لغاية فوق، مش محتاج مية خالص. وهوريكم اخر الفيديو ازاي المية بتاعته اتبقت وفاضت. ممكن تقطعي كمان لفت وجزر وخيار تاني وتحطي فيها من غير ما نحط ولا نقطة مية. شايفين المية بتاعته كترت ازاي اهو، حلو قوي كده. طبعا انا مش هخزنه في البرطمان الكبير ده، لان لازم اخزنه في التلاجة. بعد 3 ايام بقى تبداي تحطيه في التلاجة. عايزه اوريهولكوا بس. شايفين بقى الشكل بتاعه يا جماعه، تحفه. تقدري بقى تاكلي منه دلوقتي. الجزر ما فيهوش اي تسكيره، وطعمه تحفه بقى. مش عايزه اقول لكم بقى الطعم بتاعه احلى من بتاع بره كمان بكتير. الحقيقه اللي احنا عملناه له ده يا جماعه حاجه كده مميزه، وهيقعد معاكي فتره كبيره. بس اهم حاجه في التوقيت ده بعد ال3 ايام تدخليه التلاجة، ما تسيبهوش بره. انا وزعت بقى كمية على حبايبي كده، والباقي حطيتهم كده في برطمانات اصغر ودخلتهم جوه التلاجة. شايفين بقى بعد ما عبيت البرطمانات بتاعتي المية دي اتبقت كمان. كل ده من غير ما احط له ولا نقطة مية. بأمانة يا جماعة انا ما حطيتش مية خالص على الترشي ده. شايفين بقى الكمية بتاعتي بعد ما وزعت منها كده على حبايبي، دول اللي باقيين. وكمان فاضل، شايفين قد ايه. تقدري تجيبي خضار تاني وتخلليه بنفس الطريقة مع الصوص ده من غير ما تعملي حياء جديد بقى. شايفين شكله تحفة ازاي.
اعملوه بقى، وكل سنة وانتم طيبين، عشان رمضان خلاص قرب، وكمان الصيامات بيبقى حلو جدا. حاجة كده عملتيها في بيتك بنظافة وتوفير من غير ما تتعبي فيها. شايفين بقى شكل الترشي بجد يفتح النفس. انا بتمنى يكون الفيديو النهاردة عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. يلا باي باي، سلام.